تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد. الفنانة حياة الفهد فاقدة الوعي تماما. الضرر اللي أثر لها في المخ بسبب الجلطة كبير جدا، مما أثر على النطق والنظر. الأطباء قرروا أن تخضع للعلاج في الكويت بجانب أهلها وأحفادها، أملا في أن تتحسن حالتها الصحية. الفنانة حياة الفهد خضعت للعلاج في مستشفى بلندن لمدة 5 أشهر، لكن لم تستجب للعلاج. الفنانة لا زالت في العناية المركزة بالكويت. جاءت تصريحات سعاد عبد الله عقب صدور بيان عن مؤسسة الفهد المسؤولة عن متابعة أعمال الفنانة حياة الفهد حول آخر تطورات حالتها الصحية. ونشرت المؤسسة صورة للفنانة الخليجية وأرفقتها بتعليق صريح عبارة عن إحاطة بوضعها الصحي للحد من الشائعات. وأكدت أن حياة الفهد عادت إلى الكويت بعد رحلة علاج في المملكة المتحدة لم يكتب لها النجاح بسبب شدة الجلطة التي أصيبت بها. أضاف البيان الصادر عن المؤسسة أنه بناء على التقارير الطبية قررت أن تستكمل الفهد علاجها داخل دولة الكويت، وهي لا تزال تحت الرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة، وبناء على توصيات الفريق الطبي يمنع عنها الزيارة في الوقت الحالي. نسألكم في التعليقات الدعاء لها بالشفاء العاجل إن شاء الله.